واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نوجة. النهاردة ان شاء الله في مطبخ نوجة هنعمل مع بعض الاكلة الجميلة دي اللي كلنا بنعشقها. هنعمل الجمبري المقرمش، وكمان هنعمل شوية شوربة جمبري كده زي اللي بتتعمل في المطاعم واحسن وانضف كمان. وكمان هنعمل الرز بالجمبري. يعني 3 فيديوهات في فيديو واحد. خليكم مع الوصفة والمقادير، بس الاول حابة افكركم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. اول حاجه معايا الجمبري بتاعي اهوت، انا منضفاه وشايله القشر بتاعه وشايله كمان الحبل الرملي. اول حاجه بجيب الجمبري من عند الراجل بغسله غسله كويسه كده تحت الحنفيه، بننزل الرمل اللي فيه. بعد كده بقى بشيل القشره بتاعته وبشيل الحبل الرملي. هوريكم واحده كده برضو عشان تعرفوا تعملوه. اول حاجه معايا الجمبريه اهيت، بتجيب المقص او بتجيب السكينه وتقص الراس بتاعته. تمام كده يا بنات. طبعا الراس ديت ما بنرميهاش، الراس وقشر الجمبري ممكن عليه تعملي عليه شوربه تشربيها، ممكن بالشوربه